فيك رجاء. الله يا الله عذب بنا الأعداء، ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء. قل لمن الأرض ومن فيها. إعصار ناري اجتاح المدينة، ألسنة لهب تتصاعد من أحياء بأكملها، مشاهد تفوق خيال هوليوود في رعبها. مع تواصل زحف الحرائق في لوس أنجلوس ليلاً ونهاراً لليوم السادس، تسابق فرق الإطفاء الزمن لاحتواء 2 من الجبهات المشتعلة بطائرات ومروحيات تلقي مياها ومواد لإخمادها، مستغلة تحسن الأحوال الجوية المؤقت. لكن يبدو أن الأسوأ لم يأتي بعد. رياح سانتا آنا العاتية تعود لتهب مجددا، مهددة بتأجيج النيران وزيادة رقعة هذا الدمار. أصدرت السلطات تحذيراً لوضع خطير للغاية في غرب لوس أنجلوس وفنتورا، مع توقع موجة جديدة من رياح سانتا آنا تصل ذروتها بين الثلاثاء والأربعاء، ما قد يزيد من خطر انتشار الحرائق. تحمل الجمر بسرعة هائلة في الأجواء على مسافة كيلومترات. رياح سانتا آنا المألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا تشكل كابوساً حقيقياً للإطفائيين. فحدة الرياح التي بلغت مستويات غير مسبوقة زادت من صعوبة السيطرة على الحرائق، وقد تعود أشد قوة في الأيام المقبلة حسب تحذيرات الخبراء، فيما يربط علماء تغير المناخ بين التحولات بين الفصول الممطرة والجافة والحارة واندلاع حرائق لوس أنجلوس. أعتقد أن هذه الحرائق ستكون الأشد تدميراً في الولايات المتحدة من حيث الكلفة والحجم والنطاق. صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسر تكنولوجيز وثقت مشاهد قبل وبعد اشتعال النيران في لوس أنجلوس، ليبدو واضحاً حجم الكارثة التي أزهقت أرواح 24 شخصاً حتى اللحظة ودمرت آلاف المنازل. وشردت آلاف السكان. ومع توقعات بخسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، تلوح مخاوف من أن تصبح هذه الحرائق الأكثر كلفة على الإطلاق في تاريخ أمريكا.